بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس واحد آمين. كل كلمات الإنجيل مكتوبة عشان تعزينا، يكون لنا عزاء ويكون رجاء. سمعنا آية جالها السيد المسيح له المجد: في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. لما ربنا يقول أنا قد غلبت العالم، ده شيء طبيعي جدا جدا، شيء معروف وشيء خارج النقاش. أنا قد غلبت العالم بقدرته الإلهية، بعظمته، بنعمته. أنا قد غلبت العالم. لكن بصراحة مين فينا فكر يقول كده مع المسيح أنا قد غلبت العالم؟ مين يقدر يقول كده أنا قد غلبت العالم؟ احنا بنقول ايه؟ أنا قد غلبت من العالم. ونلاقي الناس بتتأوه وتئن، لكن أنا غلبت معاك، وغلبت من العالم، وغلبت من كذا، وغلبت. لا، احنا عايزين نقول النهاردة أنا قد غلبت العالم، لا على سبيل الغرور أو الكبرياء، ولكن على سبيل الثقة واليقين إن أنا بالمسيح بقول أنا قد غلبت العالم. مش عايزين يكون عندنا شعور اليأس والبؤس وشعور التشاكي والتباكي، ودايما نتحكى عن أنا مغلوب واتغلبت. ده قال يوحنا الرسول: قد كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وقد غلبتم العالم، قد غلبتم الشرير. وقيل في سفر الرؤيا الآية التي أحبها وأكررها دائما في رؤيا 5:5: لا تبكي هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا. قد غلب الأسد. ما هو طبيعي أنه يغلب، لكن إن هو خلانا نغلب بيه أو أعطانا الغلبة. شكر لله الذي أعطانا الغلبة التي بربنا يسوع المسيح. وقال كمان: شكر لله الذي يقودنا في موكب النصرة. عايزين نقول كده أنا قد غلبت العالم.